بتعرف مثلا تبدا من بعد الزر، من قبل الزر، تبدا من الطربوش من ورا، من اخره من اليمين، اخره من الشمال، حسب بقى ما ايه ما تراءى ليك انت بتلف العمه. بس اهم حاجه انك تبقى حاكمها، وبيرجع موضوع المقاس للزمه بتاعتها، لان دي عمه مطاطه شويه، وانت بتشد بتضيق معاك الطربوش. لو بتشدها، لو بتلفها كده طبيعي خلاص بيبقى هو مقاسه هو اللي انت ظبطت عليه. بعد الراجل بتاع الطرابيش ما يظبط لك الايه، يظبط لك المقاس. يلا مش مشكله، مش بتاعتنا يا حاج محمد. انت بتصور الحاجات دي ليه يا عم ناصر؟ يا حبيبي بتصور بتاع اللفه دي ليه؟ عشان اللي زي الشيطان عمال كده وسام على صدرنا يا حبيبي. نجيب شاي ولا حاجه؟ يا عم الله يبارك لك، تسلم على الماضيه، متشكرين. ماشي. الله يبارك لك يا عم ناصر، احنا اقل الناس والله. نتمنى نخدم اهل القران يعني بارواحنا. الله يكرمك يا حبيبي. ربنا يرزقنا الاخلاص والقبول يا رب. طبعا هي القفله لما جت معايا مش مظبوطه في الاول، عدتها تاني عشان تقفل معايا ورا كده، ارجع اتنيها كده اهو. نورنا يا عم الشيخ طه والله. الله يخليك يا حاج الله احمد. منورنا يا كبير. تسلم يا باشا، ربنا يبارك لك. كده اهو كده اهو. بس خلاص كده الطربوش اتلف وبقى طربوش. الله بس يا سيدي، الله. بس كده اهو. كده كويس. بسم الله ما شاء الله. 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 ايوه صور عم ناصر يا ابني، صور عم ناصر يا ابني. نرفع الفيديو على اليوتيوب.